مفيش شك إن نسبة كبيرة من الناس حول العالم بيستخدموا الفوتوشوب كبرنامج أساسي للتصميم أو التعديل على الصور. الفوتوشوب ما بقاش بيقتصر استخدامه على المتخصصين فقط، ولكن على أقل تقدير بيتم استخدامه للتعديل على الصور الشخصية. واحدة من أهم الأشياء اللي لازم تكون على دراية بها لو أنت مستخدم للفوتوشوب هي أدوات التحديد أو السلكشن تول. في عدة أدوات موجودة في الفوتوشوب للتحديد أو السلكشن، ولكن أنا هختصرهم لك في 3 أدوات. هما الكويك سلكشن تول والباك جراوند إريزر تول وحالة النهارده اللي هي البين تول. والجدير بالذكر ان احنا عملنا حلقتين عن الكويك سيلكشن تول والباك جراوند اريزر تول موجوده هنا في القناه، لازم تتفرج عليهم بالاضافه لحلقه النهارده اللي هي البين تول عشان تبقى ملم بجميع ادوات السيلكشن تول انك هتستخدمهم في مختلف الديزاين بتاعتك. انا عارف المشكله اللي ممكن تيجي او السؤال اللي ممكن تتساءله: ليه استخدم 3 ادوات او اتعلم 3 ادوات للتحديد؟ ما اتعلم اداه واحده وخلاص. وده هنعرفه في حلقه النهارده، امتى استخدم كل اداه من الادوات دي. ولكن اللي لازم تكون عارفه انك لازم تستخدم كل ادوات التحديد لان كل منها بيتم استخدامها في ديزاين خاص بيها، ديك اعلى كفاءه واقل وقت لو استخدمتها في المكان الصحيح. فتعالوا نشوف مع بعض الاداه اللي مخوفه كل الناس قد ايه سهله. يلا بينا. طب يا شباب، تعال ندخل على طول في الحلقة. احنا معانا 3 نماذج للصور. عايزين الأول نتكلم في امتى أعرف أستخدم أنهي أداة سيلكشن مع أي صورة. وليكن الصورة دي صورة كلب لها ألوان معينة، وزي ما احنا شايفين الخلفية كلها سادة لها نفس اللون. ده أول شرط. لو الخلفية معاك لها نفس اللون ما فيهاش درجات ألوان، سوليد كولر نفس اللون. وفي تاني شرط في تباعد بين الوان الباك جراوند والوان الاوبجكت نفسه، ممكن استخدم اداه الماجيك ريزر تول. الماجيك اريزر تول هي بتشتغل ازاي؟ انك بتعلم او بتحدد لون او درجه معينه من الصوره، هي بتشيلها لك من جميع الصوره. يعني انت لو جيت هنا على الباك جراوند، احنا عايزين نشيل الباك جراوند الاصفر اللي في الباك جراوند، فبتدوس كليك واحده تبدا تشيل لك كل الاصفر المرتبط ببعضه في الباك جراوند، وبتديك تحديد كويس تقدر تعتمد عليه في الشغل يعني. فدي اول اداه ممكن استخدمها في السلكشن. هي مش سelection قوي يعني، بس دي اول اداه بستخدمها في الباك جراوند اللي لون واحد، وبيكون الالوان بتاعت الخلفيه متباعده شويه عن الاوبجكت بتاعي. لان لو الاوبجكت فيه اصفر والباك جراوند اصفر، هاجي اشيل الاصفر اللي في الباك جراوند هيشيل الاوبجكت بتاعي. فلو حصل مشكله او حصل الصوره زي مثلا الصوره دي، انا اول ما دخلت على الماجيك اريزر تول، زي ما احنا شايفين الباك جراوند هي لونها اخضر، بس درجات كتير من الاخضر. الجزء ده مثلا اسود اللي هو الشادو بتاع الكلب، وفي هنا اخضر فاتح، اخضر غامق، في جزء مبيض. فلو جيت تشيل هتلاقي لا، في شويه فضلوا زي ما هما، والكلب كان فيه لون شبيهه بالاخضر فراحوا معاهم. مش هينفع. فالاداه دي مش هتنفع. ليه مش هتنفع؟ اول حاجه الباك جراوند مش سوليد كلر. تاني حاجه في تشابه ما بين الخلفيه او الباك جراوند والجسم اللي انا بتكلم عليه، فيه درجات متشابهه من النقطه دي. فبالتالي الماجيك اريزر تول مش هتبقى مناسبه. طيب حاجه زي اللي انا قدامي ده، الخلفيه فيها درجات الوان، ولكن الاوبجكت بتاعي في تباين بين الالوان بتاعته والوان الخلفيه، يعني منفصله شويه. يعني دي اسمر او لون اسود، وهنا لون بني فاتح او هافان كده، وفي بعيد جدا عن اللون الاخضر. وقتها ممكن اختار الكويك سيلكشن تول. وقتها اروح اعلم على او احدد الجسم بتاعي كله. هبدا ادوس كليك. هو من الذكاء الاصطناعي بيبدا يختار لي جميع الالوان اللي ممكن تتشابه مع الجزء اللي انا بدوس عليه، فتلاقي تلقائي بيبدا يحدد الجسم وما بيطلعش عنه. وحتى لو طلع ممكن الغي التحديد بتاعه شويه، او يعني مثلا جيت خدت الحته دي مش معايا، ببدا هو تلاقي لو انا كبرت لك شويه المارك فيها علامه بلس كده في النص، لو دوست الت بقت ماينس. ممكن اشيل السلكشن اللي انا دخلته معايا. ببدا اصغر تاني وابدا اضيف مثلا الرجل دي، وابدا جميع الاجزاء كده داير ما يدور. هو بيبدا بالذكاء الاصطناعي بيبدا يعمل تحديد للالوان المتشابهه
مع بعض، وعلشان في تباين او في درجات واضحه ما بين الاخضر ودرجه الاوبجكت بتاعي، هيحصل سelection بسهوله. فبالتالي الصوره اللي قدامي دي انسب حل لها هو الكويك سelection تول، مش هينفع خالص الماجيك ايريزر تول. الكويك سelection بستخدمه لما يطبق شرط معايا اللي هو فيه تباين ما بين الاوبجكت والباك جراوند، ينفع افصلها بالكويك سelection. طيب لو جينا نروح للصوره الثالثه، جيت استخدم الماجيك ايريزر تول عشان اشيل الخلفيه، لقيت الخلفيه لا في مشكله. ليه؟ إيه المشكله اللي عندي هنا؟ اول حاجه الباك جراوند مش سوليد كلر، داخل فيها الوان كتير جدا، وفي الوان من الخلفيه في الاوبجكت بتاعي، يعني في هنا نفس اللون ده مشابه للون ده، فبالتالي هاجي اشيله هيشيل جزء من الموج او الاوبجكت بتاعي، فبالتالي الماجيك ايريزر تول مش هتنفع في الصوره دي. طب لو دخلت على الكويك سيلكشن تول، في تباين بين الاوبجكت شويه، هي الدرجات متشابهه الى حد ما، ولكن في تباين السلكشن هيتعبك شويه، بس ممكن تحدد بيه. بس المشكله في الاخر اللي هو هتحصل على جسم رف، يعني انت شفت مثلا هو لا تشابه بين الدرجتين دول، فهرجع انا اشيل السلكشن ده، فانت ممكن تتعب في الكويك سيلكشن تول بالشكل ده، زي ما انت شايف كده ايه السلكشن كل شويه يطلع منك. فممكن تستخدم طبعا الكويك سيلكشن تول، ولكن مش هتأدي معاك الغرض قوي، كل شويه السلكشن هيبوظ منك، لان في درجات متشابهه بين الاوبجكت وبين الباك جراوند. يعني لو جيت تشوف هنا هتلاقي الايد بتاع المج ده لونها ابيض، وفي الاضاءه اللي ورا دي لونها ابيض، فهو مش قادر يحدد الالوان مع بعض، فبالتالي يبقى الموضوع صعب حبتين. يعني هتطلع بنتيجه بس مش هتطلع بنتيجه يعني مرضيه. يعني كونك مثلا قعدت خلاص انا هستخدم الكويك سيلكشن تول وهفضل وراها لحد ما اظبط، ماشي، بعد ما تظبط في الاخر يعني جينا خلاص خلصت التحديد وده اخري مثلا، اجي اعمل هنا ماسك، هنشوف التحديد عمل ازاي. تعالى اخش كده زوم كده. اول حاجه التحديد هنا لو تبص هتلاقيه يعني مش ناعم كده، في بص يعني مش ناعم خالص، في اجزاء هنا اتاكلت وفي اجزاء هنا ما شلتهاش، وهكذا. فالكويك سيلكشن تول هتديك حاجه سريعه بس مش هتديك حاجه دقيقه، ولكن الانسب بين تول. فيلا بينا ندخل على حلقه النهارده. طب خلينا نفتح فايل جديد كده ونخفي ده خالص، وممكن ندي هنا اللون بتاعها كنترول باك سبيس مثلا، نشرح بس كده ايه شويه وبعد كده نبدا ندخل. البين تول دي اداه من التول بار بتاعها، ممكن اختصارها حرف البي، وليها اخوات. احنا هنتكلم على البين تول الاول. كل ما في الموضوع انك بيرسم لك حاجه زي سن القلم كده، او الاداه شكلها زي سن القلم، كل ما هو انك بتدخل بتبدا ترسم نقط حوالين الاوبجكت اللي انت عايز تشيله او تعمل سيلكشن ليه، بيبدا هو يعمل مسار وبعد كده بيحوله لسيلكشن في الاخر. تبدا تاخد الجزء ده تقصه او تزود عليه او تعمل بيه اي حاجه انت عايزها. بدايه الموضوع اخد هنا بوينت، البوينت دي اسمها انكور بوينت، الاول نقطه بتتحط على السيلكشن اسمها انكور بوينت. طيب ببساطه لو جيت دوست هنا نقطه كمان، بيبدا يعمل خط بين النقطتين. طب نقطه هنا بيبدا يعمل خط 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 واحده، كل ما تحط نقطه كل ما بيعمل لك خط، لحد ما بتروح للانكور بوينت الثانيه. شفت العلامه اللي ظهرت دايره جنب البن تول، وده معناها ان المسار هيتقفل. المسار لو اتقفل وابتديت تروح لحته تانية هيبدا يرسم باس منفصل. انا مش عايز ارسم، هو كده انت قفلت الباس. ممكن تحوله بعد كده لسلكشن، هتيجي هنا هتدوس له سلكشن، هتقول له ماشي فيزر راديوس نص، هيبدا يحوله لسلكشن تبعا للشكل اللي انت عملته. طيب كده بس. هل هو بيرسم خطوط مستقيمة فقط؟ لا طبعا. أنا لو عندي مج زي المج اللي فات ده، في هنا منحنى وفي هنا كمان منحنى، هبدأ أرسم بس خطوط مستقيمة؟ لا، يبقى أنا ممكن كمان أرسم منحنيات. أول حاجة دي النقطة اللي أنا حطيتها، عايز أرسم منحنى، هبدأ النقطة اللي أنا أحطها تانية أدوس وأفضل دايس كليك وأبدأ أسحب في اتجاهات زي ما انت شايف كده، بيمسكني حاجه زي دراع كده، بفضل اوجهه وبتحكم منه بشكل المنحنى، سواء علوه او فرده يمين او شمال او تحت او فوق اتجاهه، بكل حاجه. فانا بظبط المنحنى بناء على الجسم اللي انا بعمل له سيلكشن. طيب ايه اللي حصل في النقطه دي؟ النقطه دي طلع لها تو هاندلز، طلع لها دراعين، دراع ناحيه ورا ودراع ناحيه قدام. ليه في الدراعين دول؟ لو جيت تشوف طبعا الدراعين بيتحركوا مع بعض. الدراع اللي ورا ده هو خاص بالمنحنى اللي اترسم، والدراع اللي جاي هو خاص بالمنحنى اللي هيجي اللي انت لسه هترسمه. طيب ببساطة خالص، هو اي منحنى بيبقى ليه دراع. بمعنى انا رسمت منحنى، يبقى ده الدراع بتاعه. المنحنى اللي اترسم اللي ورا ده الدراع بتاعه. طب الدراع ده بتاع مين؟ ده بتاع المنحنى اللي لسه هيترسم. شفت
هتلاقي لما عملت نقطة من غير ما اشد هو بدأ يرسم منحنى. ليه؟ لأن ليه دراع، ده يترسم منحنى ليه؟ بص ارجع تاني، انا رسمت اهو، هاجي ادوس كليك من غير ما اسحب، ما سحبتش، بدأ يرسم منحنى. لو جيت رسمت في اي حتة هيبدأ ياخدها منحنى. ليه؟ لأن في دراع موجود ليه. طيب يعني اذا لو انا عايز ارسم اخبط نقطة، النقطة دي تيجي خط مستقيم، لازم اشيل الدراع ده؟ ايوه لازم تشيل الدراع ده. طيب اشيل الدراع ازاي؟ عايز اجرب اشيل الدراع ده ازاي. هدوس الت واجي على النقطة، هيظهر لي علامه زي التمانية كده، ادوس على البوينت، بدأ يشيل لي الدراع ده. طب لو جيت حطيت نقطة فعلا رسمه لي خط مستقيم من النقطة لحد النقطة وما عمليش أي منحنى. لو جيت أدوس أعلم على النقطة دي تاني هتلاقي مفيش غير الدراع الوحيد ده، أما ده مش دراع، ده الدراع الوحيد بس، والدراع ده خاص بالمنحنى. طيب لو انا عايز اعدل على المنحنى ده، هو مش عاجبني كده، عايز اميله كده شويه او اميله كده او اعليه او اوطيه، عايز امسك الدراع ده واتحكم في المنحنى. عشان تمسك الدراع ده هتدوس الت وتيجي على الدراع يتحول لشكل 8 كده، تبدا تمسك الدراع ده وتاخده كده وتحركه في المكان اللي انت عايزه. لو طولته او سحبته لفوق المنحنى بيعلى معاك، لو نزلته بيوطى، لو خدته شمال بيميل ناحية الشمال، لو خدته يمين بيميل ناحية اليمين، وهكذا. فأنت الدراع ده هو المتحكم في المنحنى السابق. طيب أنا خلاص المنحنى ده تمام، وبعدين رسمت باص، جالي بعد كده عايز أعمل منحنى، هاجي أدوس نقطة وأسحب، لازم أسحب عشان أحوله المنحنى. بدأ يحصل لي اتنين في تو هاندلز، الهاندلز ده بتاع المنحنى ده، لو جيت سحبت فعلا ومشيت هتلاقي بتاع المنحنى اللي تحت ده أهو، بسحب بألت ظبطت كده المنحنى تمام. طيب طول ما الدراع ده موجود اعرف ان النقطة اللي جاية هياخدها منحنى، المنحنى بتاعها هيكون مماس للدراع ده. طيب يعني لو جيت خدت، ممكن اخد الدراع ده برضه واحركه؟ اه ممكن تاخده، ساعتها هيتحرك المنحنى اللي لسه مرسوم مش القديم ده، يتحرك في القديم او يتحكم في المنحنى بتاعه، وده يتحكم في المنحنى بتاعه لحد ما اقفل. وقتها كده ايه الباس خلص. ناخد مثال، لو جينا هنا على الشيبس وممكن ارسم ريكتانجلر، هذا ريكتانجلر انا رسمته، وبعدين هبدأ ارسم تاني راوندد ريكتانجلر بالشكل ده، وممكن ارسم كمان دايرة بالشكل ده. ولنفترض ان انا عايز اعمل سيلكشن لكل واحدة، انا معايا ده شكل او ده اوبجكت عايز اعمل سيلكشن من خلال البين تول، هجيب البين تول وابدأ ازوم، هبدأ ابص على الشكل اللي عندي، هل في منحنيات ولا كله ستريت لاينز؟ لا كله ستريت لاينز. يبقى هاجي هاخد نقطة هنا ومش هسحب، واخد نقطة هنا على الحواف ومش هسحب، رسم لي خط مستقيم ما فيهوش اي انحناءات، من النقطه دي للنقطه دي برضو خط مستقيم، يبقى اعمل خط مستقيم، خط مستقيم، وبعدين هقفل. لو جيت تلاحظ في هنا مثلا جزء كده انت كلته من الاوبجكت بتاعك، هل ممكن اخد النقطه دي واحركها؟ اه ممكن تاخد النقطه دي وتحركها ببساطه، هتدوس كنترول هتلاقي رسم لك سهم كده على النقطه، تبدا تاخد النقطه وتسحبها. بعد ما خلصت الباس بتاعك ممكن تقول له سيلكشن، بدا يعمل سيلكشن، وتاخدها بالموف تول تبدا تسحبها في اي حته انت عايزها. ويبقى الموضوع ببساطه. طيب لو جينا نشوف بقى الجزء اللي هو برضو مستطيل ولكن فيه انحناءات، هبدأ أول نقطة مثلا هاخدها من هنا، من أول هنا لحد هنا، في أي انحناءات؟ لا، فهرسمها بخط مستقيم عادي. ولكن لو جينا نبص على الجزء ده هنلاقي من أول هنا لحد النقطة اللي أنا هحطها هنا في منحنى. طب هبدأ أعمل إيه؟ أحط نقطة وبعدين أسحب، فهسحب سحباية كده بسيطة لحد ما المنحنى يبقى خلاص الباس على المنحنى بتاعي وما فيهوش أي مشكلة. بص بقى، إحنا هنا ظهر لنا تو هاندلز، الهاندل ده بتاع المنحنى، لو جيت دوست الت وسحبته هيبدا هيتحكم في المنحنى اللي ورا، عشان انا لو رسمت المنحنى بشكل مش مظبوط ممكن اتحكم فيه كويس. اما الهاندل ده بتاعي، الهاندل ده بتاع الباس اللي جاي او النقطه اللي جايه. لو جيت رسمت هنا نقطه، خد بالك بقى من اللي هيحصل. ايه اللي حصل؟ هنلاقي ان الدراع ده بيتحكم في المنحنى ده، فانا بظبط لو انا ما رسمتش صح او حاجه ببدا امسك الدراع ده واحرك لحد ما ايه، ما الدنيا تبقى تمام معايا. ممكن اخليه كده مستقيم وخلاص. طيب هاجي تحت برضه هعمل نفس النقطه، عندي هنا منحنى، هبدا ارسم نقطه واشد، مظبوط. طب انا عايز النقطه دي، انا حاسس لها يعني دخلت جوه شويه فعايز احركها لبره، ادوس كنترول واسحبها لورا. عندي دراعين، انا الدراع ده هتحكم في المنحنى اللي انا رسمته، والدراع ده هتحكم في المنحنى اللي جاي، بما انه مش منحنى فهمشيه مع الخط المستقيم كده، وبعدين هبدا اجي اسحب هنا. هي اداه سهله جدا ولكن عايزه ايه؟ عايزه تمرين. ده خط مستقيم، اسحبها مثلا ايه ورا،
وبعدين اقفل واسحب، الباس بتاعك اترسم والدنيا تمام. ممكن تعمل ايه عليه سيلكشن وسهله ومفيش مشكله. طيب نيجي بقى للدايره بما انها راوندد، هاجي اخد اول نقطه وبعدين هاجي في الربع هنا وبعدين اعمل اسحب الدراع لحد ما المنحنى يجي مظبوط. انا شايف كده ايه تمام. الدراع ده بتاع المنحنى اللي انا رسمته، ممكن اظبطه لو مش مظبوط، وده بتاع اللي جاي. هاجي هنا تلاقي فعلا خدوا منحنى من غير ما اعمل حاجه. تمام. عايز اظبط المنحنى ده، عندك يا الدراع ده يا الدراع ده، يبقى انا المنحنى اللي هو في النص ده بظبط الجزء اللي من هنا بالدراع ده. بص الدراع ده يحرك لي المنحنى القريب من الدراع. اما لو عايز اظبط المنحنى ده فيبقى من الدراع ده، بيظبط لي المنحنى اللي جنبه، وده بيظبط لي المنحنى اللي جنبه. يبقى الدنيا كده ايه تمام. ابدا اخد هنا نقطه، شوف ببدا اظبط المنحنى لحد ما ايه ما يجي كده مظبوط. بص خلاص هو من هنا كده مظبوط. طب بس المنحنى هنا هو هنا اللي واسع. ابدا ادوس على النقطه هيطلع لي الدراعين بتوعها، واخد الدراع بتاع ده وابدا اظبطه كده. لقيت من هناك دخل، اعدي على النقطه الثانيه ادوس كنترول وادوس على النقطه هيبان لي الدراعين بتوعها، واخد الدراع واحركه شويه. خلاص كده يبقى انا الدنيا كده تمام. ابدا اعمل السلكشن بتاعي وابدا اشتغل. طب تعالى بقى ندخل عملي على المج بتاعنا ونطبق. معايا هنا المج بتاعي او ده الاوبجكت اللي انا عايز اعمل له تحديد. هبدا هنا ببساطه اختار نقطه. خلينا بس ناخد قاعده الاول. كل ما النقط بتاعتك تقل كل ما السلكشن يبقى كويس. يبقى انت قدر الامكان ما تحاولش تقعد تمشي تقعد ترسم نقط تقعد ترسم نقط، لا. تعالى خد الباس ده، لو ينفع تاخده نقطة أول ونقطة تاني خده نقطة في الأول ونقطة في التاني. فأنا خلاص أبدأ أخد من هنا أول نقطة وأعمل إيه دراع، لأن هنا في جزء منحني، فيهمني إن النقطة دي الباس اللي يطلع منها يبقى منحني شوية. وآخد النقطة دي وأسحب برضو شوية لأن ده جزء منحني. هتلاقي فعلا الباس يعني طلع مظبوط. الدراع دوت خاص بالمنحنى لسه هيجي أصغره شوية. طب لو كبرته كده وجيت أرسم المنحنى شوف عمل إيه. المنحنى راح فين؟ طلع بره. فتروح واخد الدراع ومصغره عشان المنحنى صغير كده بالشكل ده. طيب بعد كده ابدا اعمل ايه؟ الجزء ده تقريبا خط مستقيم فمش هعمل اي نقطه. هتلاقي فيه الجزء ده الاوبجكت دخل شويه، فتروح تعلم على النقطه دي. ممكن تسحبها وتطلعها بره كده شويه بالشكل ده. طيب من النقطه دي في جزء هنا ايه منحني شويه. طيب الدراع ده لو سبته كده ورحت انا ارسم من هنا هتلاقي فيه ميل كده، لا انا مش عايز. دي جزء تقريبا مستقيم، فانا مش عايز هنا اي منحنى. فممكن تيجي على النقطه وتدوس الت يمسح لك الدراع ده. ساعتها النقطه اللي انت هترسمها بعد كده هتيجي بس ومش هتيجي فيها مشكله. ممكن تاخد النقطه وتنزلها بقى تحت ايه تحت شويه. تمام. هنا في جزء منحني شويه فتسحب، وبعدين لو جيت رسمت هنا هتلاقي منحنى نزل لتحت. طب نعمل ايه؟ دايما كده عود نفسك ان الدراع يكون مع الباص اللي هيترسم. انا هرسم الباص الناحيه دي فحاول تخلي الدراع معايا بالشكل اللي انا وريته لك ده. حاول تخلي ايه الباص معايا. الجزء ده منحني كده في حته واحده. ما تحاولش تاخده كذا نقطه. ممكن تاخد النقطه هنا في الاخر وتبدا تسحب وتحاول ترسمه على مره واحده. ده بيبقى احسن في السلكشن وبيبقى انعم وكل حاجه بتبقى تمام. مثلا تعمل هنا كده وبعدين تطلع فوق تلاقي في الجزء ده عايز يتظبط شويه. تيجي على النقطة دي هذا الدراع بتاعها تبدأ تاخده وتظبط المنحنى من هنا كده. في هنا جزء طلع خد بالك. تبدأ تاخد ايه الدراع ده كده بعيد قوي. هبدأ أرسم الباس اللي جوه. طبعا ده هنا ايه بدايته منحنى، فممكن ايه ارسم النقطة تبقى فيها منحنى على طول واجي هنا كده وارسم موضوع منحنى واظبطه. تعالى هنا كده نظبطه. انا ايه يظبط معايا. بعدين اخد النقطة دي وارجعها ورا. وبعد كده اقفل. انا عايز الغي الدراع ده عشان انا مش عايز هنا منحنى. ده بس كده كامل فمش عايز منحنى. فاجي هنا الت وادوس على النقطه هيلغي لي الدراع ده.
ساعتها ايه هيبقى الدنيا تمام. طيب ده اللي يجي منحنى، لان النقطه دي لو تفتكر كان لها دراع، فانا ممكن اخد الدراع نفسه واحركه كده شويه وخلاص. الاوبشن اللي انت المفروض تختاره علشان تفرغ الباص ده من الباص، هم دي شويه اوبشن موجوده فيها ادغام او طرح او المتقاطع، بس بتاخد المتقاطع، اما ده بتفرغ حاجه من حاجه. يبقى تمام. خدنا السلكشن، عايزين نفصله في لاير عشان نشوف السلكشن بتاعنا. لو جينا نشوف هنا نعمل ماسك، هتلاقي الكوبايه طلعت لك بشكل ناعم وسموث جدا جدا عن الكويك سلكشن تول. وده باختصار هو البين تول. ممكن اخد بقى الجسم ده واخده على اي صوره تانية عادي جدا، مفيش اي مشكله. هتلاقي الجسم فعلا مظبوط جدا والقص بتاعه حلو. البين تول هي حلاوتها جدا انها دقيقه جدا جدا، بس بتاخد وقت. بتاخد وقت في السلكشن لانك انت بتعملها بشكل يدوي، ولكن بتديك نتيجه ممتازه في الاخر. فانت المفروض تخليها اخر الحلول، تبدا تفكر في الطرق الاسهل والاسهل والاسهل، الا لو كان البروجكت اللي معاك صعب او انت عايز تعمل سلكشن بالتحديد وانت اللي تعمله. فطبعا البين تول هتنصفك، هي اداه عايزه تمرين وتدريب فقط. ولكن زي ما انت شايف النتيجه اللي احنا وصلنا لها. اشوفك في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.